السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين. انا هشتغل على القماش ده، الركنة اللي احنا شايفينها دي. طبعا الكنبة اللي عندنا ايد، تمام، وكتف. هنشتغل عليها ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا هشتغل عليها، هعمل الوصلة بتاعة الظهر. تمام. احنا طبعا عارفين القص وعارفين كل حاجة. هنشتغل على طول. يلا بينا كده نشتغل على المكنة. طبعا انا هنا خلصت، ودي الوصلة عندنا اللي بتكون في الظهر. تمام. احنا ممكن نخليها في الظهر، وممكن نخليها بين الشلتة والظهر. تمام كده. يلا بقى بينا نشتغل الايادي. اول حاجة عندنا الايد دي ايد، والتانية اللي احنا شايفينها في الفيديو دي كتف. تمام. انا هشتغل اول حاجة على الكتف. تمام. قبل اي حاجة بنحدد هي يمين ولا شمال. تمام. في الشغل بنحدد يمين ولا شمال. دي اللي عندي يمين. انا عندي زي ما احنا شايفين. دي الايد عندنا متر و40 او متر ونص، حسب ايه المقاس ممكن تزودي. بقيس 40 سنتي. تمام. والباقي بطبقه زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا خدنا الحاجات دي كتير قوي. هحط لكم الفيديوهات بتاعت المقاسات الثابته بتاعت الايادي وكل حاجه. هنخيط زي ما احنا شايفين كده ونقفله. انا كده قفلت، وهعمل بقى اللي هي حرف التي. تمام. او التقفيله بتاعت الايدين او المرايه بتاعت الايدين ايا كان اسمها. تمام. هشتغل عليها زي ما احنا شايفين كده. طبعا يا جماعه كل الكلام ده بنعمله اوفر. تمام. بس انا عشان بشتغل معاكم في الفيديو، ما بعملش اوفر، بخلص وبعدين بعمل اوفر بعدين. تمام. انا كده قفلت حرف التي زي ما احنا شايفين كده. الناس اللي بتقول هبدأ منين اقفل. تمام. انا طبعا زي ما انتوا شايفين اهي التقفيلة اللي مقفلاه. هنبدأ نقفل في الجسم مش من هنا. لا، دي الشلتة. هنبدأ نقفل من هنا من اول 40 سنتي. تمام. هنجيب معانا الجسم بتاع الكنبة. وهبتدي اقفله معاكم تقفيل سهل جدا. كل الكلام ده انا عامله له فيديوهات. عامله فيديو الفرق بين الايد والكتف، وايه هو الايد وهو إيه الكتف. ازاي هتقصي، ازاي هتعملي الكلام ده كله ليه فيديوهات. بطريقه مصغره، وكمان بشغل عادي كان عندي واشتغلت عليه. تمام. بصوا انا بقفل هنا خالص في تركاية بقى كده. بتحصل عندنا. طبعا انا هنا دي جت يعني خلاص طرف على الطرف وخلاص هقفل. في ناس بقى بتيجي تبقى فيه الحتة دي. بصوا القماش عندي بيمط زي ما احنا شايفين كده. طيب الفرق ده هجيبه ازاي؟ الفرق ده بصوا هنبتدي من اول مثلا هنا، ونبتدي نشد شوية، نمطها شوية لحد ما توصل لآخر الطرف بتاع القماش كده. تمام. التركاية دي بتصادف ناس كتير، بالذات الناس المبتدئة. نرجع نكمل تقفيلنا. انا بقفل عشان الناس اللي تاهت مني. انا بقفل الكتف مش الايد. كده انا قفلت خلاص. تمام. نحدد بقى هنقفل الايد التانية ان شاء الله.
هنشتغل معاكم الإيد التانية، وهي الإيد زي ما احنا شايفين بيبقى فيه فرق بين الإيد والظهر. تمام. طبعا بقيس ال40 سنتي بطبقها زي ما احنا شايفين كده. تمام. وابتدي بقى نقص اللي هي الأربع تشبار. قبل ما ابتدي أقص هوضح لكم حاجة مهمة جدا. المقاس ده ممكن انتي يبقى أكبر من كده أو أصغر من كده حسب ما انتي يعني تاخدتي مقاسها. لا مش عارفة مقاسها بتاخدي 4 أشبار، أو بتاخدي 15 سنتي أو 20 سنتي. مقاساتك هي اللي هتحددلك هتقصي ايه. طبعا احنا قصينا الحتة دي زي ما احنا شايفين، أنا المفروض بطبقها واروح قصها. دي الحتة اللي احنا شايفينها زي ما احنا شايفين فرق بين الإيد والظهر زي ما احنا شايفين كده. طيب الحتة دي ممكن مقاسها يبقى أكبر، ممكن. ممكن مقاسها يبقى أصغر من كده، ممكن. تمام. أنا عن نفسي بطبقها. تمام. يعني بطبقها زي ما احنا شايفين كده وابتدي أقصها خلاص. طبعا أنا هنا هقفل على طول، هقفل الإيد تقفيل عادي خالص. أنا قصيتها وظبطتها حددتها يمين ولا شمال وخلاص كده تمام. وهشتغل عليها. بصوا قفلتها تقفيل عادي خالص. وهعمل حرف التي. تمام. المراية بتاعتها. طبعا المراية دي يا جماعة عشان انا شغالة في يعني في الكفرات، فعارفة المقاسات عادي. انتي لا هتقيسي المقاس عندك، شوفي هتقيسيه ازاي. بصوا بقى. بصوا زي ما احنا شايفين قفلناها اهو. تمام. دي ال40 سنتي خلاص. ودي بصوا الشلتة، وهتلفوا القماش بالطريقة دي وهتلفوها على الحتة اللي هي انا قصيتها. هنبتدي بقى نقفل على المكنة الشغل بتاعنا ان شاء الله. التقفيلات كلها سهلة جدا، هي بس الخطوات هتعرفي خطواتها هتلاقيها سهلة جدا جدا جدا. بصوا هنا وصلنا للحتة اللي احنا قصيناها من شوية، كنا بنشرحها من شوية. طبعا انتي بتلفيها داير ما يدور، بتلفي على القماش عليها داير ما يدور. تمام. زي ما احنا شايفين كده موضحين، بتلفي القماشة داير عليها. تمام. لان كتير منكم قال بتلخبط فيها بتطلع مش مظبوطة الكلام ده كله. انا كده خلاص خلصت تقفيل، خلصت خياطة. حاجة سهلة جدا ما فيهاش اي صعوبة خالص، ما بتاخدش وقت ان شاء الله. يا رب يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.